السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي سنتعرف فيه على المنتخبات الثمانية والأربعون التي تأهلت إلى نهائيات كأس العالم التي ستنظم بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك ابتداء من 11 من يونيو القادم وإلى غاية 17 من شهر يوليوز القادمين. إذن أصدقائي، المنتخب العربي العراقي كان آخر الواصلين إلى النهائيات بعد فوزه على منتخب بوليفيا في المباراة التي شهدنا بالأمس هدفا لهدف واحد. المنتخب العراقي يحجز آخر بطاقة للتأهل لكأس العالم. إذا في هذه المباراة صراحة كانت مباراة هيتشكوكية ومجنونة. منذ بداية المباراة الدقيقة 10 عرف تسجيل المنتخب العراقي للهدف في الدقيقة 10 عن طريق علي الحمادي. بعدها قبل نهاية الشوط الأول وبالضبط في الدقيقة 38 لاعب الوداد الرياضي بانياغا يسجل الهدف التعادل لمنتخب بوليفيا عن طريق اسيست للاعب فاكا. لاعبان معا ينشطان في الفريق المغربي فريق الوداد الرياضي. وفي الشوط الثاني بالضبط في الدقيقة 53 أيمن حسين يسجل هدف الفوز لتنتهي به هذه المباراة هدفان لهدف واحد، ويتأهل المنتخب العراقي إلى النهائيات ويصبح ثامن منتخب عربي يتأهل إلى النهائيات. أربعة منتخبات إفريقية وأربع منتخبات عربية آسيوية تأهلنا إلى النهائيات لأول مرة في التاريخ. كذلك 10 منتخبات إفريقية تأهلنا إلى النهائيات لأول مرة في التاريخ، بحكم أن أصبح عدد المقاعد في النهائيات 48 منتخبا عوض 32. إذا بالنسبة للمنتخبات التي تأهلت إفريقيا إلى النهائيات هما منتخب المغرب، الجزائر، الرأس الأخضر، الكونغو الديمقراطية التي تأهلت بالأمس هي الأخرى من الملحق بعد فوزها على منتخب جامايكا الهدف في الوقت البدل الضائع أو في الوقت الإضافي الثاني في الدقيقة 100. هدف النادي أو هدف لجمهورية الكونغو الديمقراطية الار دي سي يهديها الفوز والتأهل إلى النهائيات بعدما انتهت المباراة في أشواطها القانونية بصفر لمثله. إذا نكمل عدد المنتخبات التي تأهلت المنتخبات الإفريقية. إذا الكونغو الديمقراطية ومصر، غانا، الكوديفوار، السنغال، جنوب إفريقيا وتونس. 10 منتخبات بالتمام والكمال سوف نتابعها إن شاء الله في نهائيات كأس العالم القادمة. إذا نتعرف على المنتخبات التي تأهلت بالأمس من الملحق. البوسنة والهرسك تأهلت على حساب إيطاليا لصراحة مفاجأة. المنتخب الإيطالي لثالث مرة على التوالي لن يكون حاضرا في كأس العالم. لم نشاهده في 2018 بروسيا ولا في 2022 بقطر، وحتى هذه النسخة لن نشاهد المنتخب الإيطالي في النهائيات. المنتخب الإيطالي صاحب 4 كؤوس لن يكون متواجدا في هذه النسخة. إذن البوسنة والهرسك فازت بضربات الترجيح 4 أهداف لهدف واحد بعدما انتهت المباراة في الأشواط القانونية والإضافية بهدف لمثله. كذلك منتخب تشيك فاز على منتخب الدنمارك بضربة الترجيح 3 أهداف لهدف واحد بعدما انتهت المباراة بهدفان لمثلهما، ليلتجئ الفريقان إلى الضربة الترجيحية. كذلك منتخب تركيا اللي حسم الفوز
في الأشواط القانونية بهدف لصفر. نفس الأمر بالنسبة لمنتخب السويد الذي فاز على بولندا بثلاث أهداف لهدفين. إذا نتعرف الآن إن شاء الله على المنتخبات التي أو على مجموعات 12 مجموعة بالتمام والكمال، كل مجموعة على حدة، والمنتخبات المتواجدة. المجموعة الأولى تضم منتخب المكسيك، جنوب إفريقيا، التشيك وكوريا الجنوبية. المجموعة الثانية تضم منتخب كندا، البوسنة والهرسك، قطر، بالإضافة إلى منتخب سويسرا. المجموعة الثالثة تضم منتخب البرازيل، المغرب، هايتي واسكتلندا. المجموعة الرابعة الولايات المتحدة الأمريكية، باراغواي، أستراليا وتركيا. المجموعة الخامسة تضم ألمانيا، كوراساو، ساحل العاج، بالإضافة إلى منتخب الإكوادور. المجموعة السادسة هولندا، اليابان، السويد ومنتخب تونس. المجموعة السابعة بلجيكا، مصر، إيران، نيوزيلندا. المجموعة الثامنة إسبانيا، رأس الأخضر، السعودية، أوروغواي. المجموعة التاسعة تضم منتخب فرنسا، السنغال، العراق والنرويج. المجموعة العاشرة تضم الأرجنتين، الجزائر، النمسا ومنتخب الأردن. المجموعة العاشرة تضم منتخب البرتغال، كولومبيا، أوزبكستان والكونغو الديمقراطية. والمجموعة الثانية عشرة والأخيرة تضم إنجلترا، كرواتيا، غانا وبنما. إذن بالتوفيق إن شاء الله للمنتخبات العربية والإفريقية في هذه الكأس، وبالخصوص المنتخب المغربي إن شاء الله الذهاب بعيدا والتألق وإعادة المجد لسنة 2022 بقطر إن شاء الله بعد الذهاب إلى النصف النهائي. نتمنى إن شاء الله لكتيبة محمد وهبي الذهاب إلى النهائي، ولما لا الفوز بهذا الكأس إن شاء الله.